النهارده هنعمل البلو بيف بطريقه سهله جدا من غير ما نسلق اللحمه المفرومه. هقولك على طريقه سهله جدا ان انت تعملي بيها البلو بيف وهيطلع بنفس طعم الجاهز واحسن كمان. ان شاء الله هنعمله بالبسطرمه. عايزه اقولك ان طعمه حلو جدا، وكمان ان احنا عملناه بالبسطرمه بيديله طعم احلى. المقادير سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله الوصفه تعجبك. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. المقادير عندي هنا، عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة أي نوع متوفر عندك، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود مش مليانة، معلقة صغيرة من البابريكا بس تكون مليانة، مكعب من مرقة اللحمة، معلقة كبيرة من السمنة، ربع كوباية من المية عشان أدوب فيها الجيلاتين. عندي هنا ألوان طعام لون أحمر، وكمان بسطرمة كمية قليلة جدا مش كبيرة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة ونص كبيرة من الجيلاتين النباتي، ما يكونش حيواني لازم يكون نباتي، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة حبهان ولورا مطحونين. عندي هنا حلة مسخناها كويس جدا، هنزل بمعلقة السمنة وهسخنها كويس جدا على النار. بعد ما السمنة تسخن معايا زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي انزل بنص كيلو لحمة مفرومة. طبعا اللحمة المفرومة اي نوع متوفر عندك، يعني احنا هنا مش هنشترط نوع معين للحمة المفرومة، اي نوع عندك. طبعا هنزل باللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلبها بالمعلقة علشان ما تعملش معايا كتل كبيرة بالشكل ده. طبعا افضل اقلب فيها لحد ما اللون البينك اللي فيها ده يختفي خالص. طبعا زي ما بقول كل مرة على اللحمة المفرومة ان احنا لازم نقلبها باستمرار علشان ما تعملش معانا كتل كبيرة. احنا عايزينها زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده، وطبعا لازم اللون البينك اللي فيها ده يختفي خالص. واهم حاجة ان احنا نخلي الحلة سخنة جدا علشان اللحمة المفرومة ما تنزلش بكل السوائل اللي فيها. هنزل بقى بالبهارات، عندي هنا الملح والمرقة. طبعا نخلي بالنا من الملح لان احنا حاطين مكعب من المرقة، فطبعا بيبقى فيه نسبة من الملح، فالملح اللي احنا هنحطه يبقى حوالي نص معلقة، ونص معلقة حلو جدا. نزلت كده بكل البهارات، هبتدي اقلبها مع اللحمة. انا هنا بعد ما حطيت كل البهارات بديها تقليبة كده على النار علشان تاخد من سخونية الحلة كده وتطلع كل الروايح بتاعتها، واتأكد ان المكعب المرقة داب معايا خالص. طبعا بفضل اقلب في اللحمة المفرومة لحد ما احس ان هي استوت معايا، هي مش هتاخد وقت ابدا على النار. بعد ما تستوي معايا بقفل عليها بقى النار واسيبها تبرد خالص قبل ما استخدمها، لازم تبرد معايا شوية. هنبتدي دلوقتي نجهز الجيلاتين. عندي هنا ربع كوباية من المية، مية من الحنفية، هحط عليهم معلقة ونص كبيرة من الجيلاتين النباتي. مهم جدا ان هو يبقى نباتي مش حيواني، لان الحيواني بيبقى ليه ريحة كده ما بتبقاش حلوة، فاحنا لما بنيجي نستخدم الجيلاتين بنستخدم على طول النباتي في كل الوصفات اللي فيها جيلاتين. لازم ادوبه كويس جدا. وطبعا في الخطوة دي لما نكون هندوب الجيلاتين خلاص هنكون هنحطه على اللحمة المفرومة، ما ينفعش ادوب الجيلاتين واسيبه شوية، هيجمد معاكي ومش هيفك، هتضطر ان انتي تفكيه تاني. فاحنا ندوبه واحنا هنكون خلاص هنحطه على اللحمة المفرومة. نزلت كده باللحمة المفرومة في الكبة وبكل السمنة اللي موجودة في الحلة، بكل حاجة موجودة فيها، وحطيت الجيلاتين. هبتدي اضرب بقى في الكبة كده. طبعا لازم يكون اللحمة المفرومة بردت معايا علشان ما اضربهاش في الكبة وهي سخنة. طبعا هتاخد معايا وقت شوية في الضرب علشان تنعم معايا. طبعا الشكل ده ما ينفعش، احنا عايزينها تبقى ناعمة معانا. هنزل هنا بنص كوباية من المية، والمية هنا قابلة للزيادة، يعني ممكن نزودها، بس بنزل بالمية حبة بحبة. المية تبقى من الحنفية عادي. هحط هنا نقطتين من ألوان الطعام اللي هو اللون الأحمر علشان يديني نفس النتيجة اللي أنا بشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين كده هو لسه طبعا عايز يتضرب معايا، فهو هياخد وقت شوية. لما نيجي نضرب بقى في الكبة طبعا بنضرب شوية ونوقف شوية علشان الجهاز ما يبص معايا، فتشتغلي حبة حبة علشان الحاجة ما تبص عندك. زي ما انتوا شايفين كده
هي خدت معايا نص كوباية، ولو حسيتي ان هي عايزة زيادة بتزودي شوية. انا عايزاها توصل للمرحلة دي، وممكن كمان تضربيها في الخلاط، مش لازم في الكب. هبتدي اجيب قالب بقى، اي قالب موجود عندك او علب تلاجة، هبتدي احط لها كيس بالشكل ده، وهنزل كل الخليط بتاع البلوبيف فيه. طبعا الجيلاتين هنا مهمته ان هو بيخلي لي البلوبيف متماسك زي اللي احنا بنشتريه بالظبط. هنزل كده كل الخليط اللي موجود في الكبة. بصوا مضروب كويس جدا، انا مش عايزاه ولا كريمي قوي ولا عايزينه في حتت كده من اللحمة باينة، احنا عايزينه بالشكل ده كده. وطبعا الوان الطعام اللي احنا حطيناها، حطينا نقطتين، ما حطيناش كتير. ولو عايزة تستغني عنها مفيش اي مشكلة، يعني لو انتي مفيش مشكلة عندك ان اللون يبقى مش زي اللي احنا بنجيبه من بره، فممكن تستغني اصلا عن الالوان. بسويه بقى بالشكل ده كده، واخبط القالب كده علشان ما يبقاش فيه اي فراغات من جوه. بعد كده هبتدي اجيب البسطرمة واقطعها كده بايديا قطع كبيرة او صغيرة على حسب ما انتي اللي تحبي، ووزعها بشكل عشوائي. بصوا كمية البسطرمة اللي انا استخدمتها مش كتيرة خالص، بس عايزة اقولك ان هي بتدي طعم للبلوبيف تحفة جدا. بعد ما قطعتها كده ووزعتها في القالب، هبتدي انزلها كده بالمعلقة وادخلها كده جوه الخليط، ما خليهاش باينة خالص. عايزه اقولك ان دي من احسن الطرق اللي انا جربتها للبلوبيف، لان احنا هنا ما سلقناش اللحمه المفرومه، احنا عملناها بطريقه حلوه جدا. استفدنا بكل الفوائد بتاعه اللحمه، لان طبعا لو انتي سلقتي اللحمه المفرومه كل الفوائد بتاعه اللحمه هتنزل في الميه، فاحنا مش عايزين الخطوه دي خالص. بعد كده مسكت القالب وخبطته كده زي ما انتوا شايفين، علشان لو في اي فراغات من جوه، وابتدي اغطيه باكياس كده، اغطيه كويس جدا، وهحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات، وممكن تشيليها ليلة كاملة. بعد ما سبتها في التلاجة كده، هبتدي اطلعها بقى واوريكم شكلها عامل ازاي. متماسكة طبعا بسبب الجيلاتين اللي احنا حطيناه. اهم حاجة زي ما قلتلك ان الجيلاتين لازم يكون نباتي، ما يكونش حيواني، يعني وانتي بتشتريه كده من العطار تقوليله ان هو يبقى نباتي. بشيل كده الكيس من على البلوبيف. طبعا مهمة الكيس ده ان هو بيطلع معايا على طول، ومش شرط ان انت تحطيه في القالب اللي انا حطيته اللي هو بتاع الانجليش كيك ده، ممكن تحطي في اي علبة تلاجة، اي حاجة متوفرة عندك حطي فيها. بقطعه بقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بصوا القطع بتاعة البسطرمة موجودة فيه وباينة ازاي، ومتماسك زي ما قلتلك علشان الجيلاتين اللي احنا حطيناه. طعمه تحفة جدا. ان شاء الله هتجربي الوصفة، المقادير مظبوطة جدا والطعم هيعجبك قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين الكمية اللي احنا عاملينها يعني حلوة قوي. لو احنا جايبينه من بره الكمية بتبقى قليلة جدا، واسعاره طبعا غالية، وغير ان هو مش مضمون. فانت لو عملتيه في البيت هيبقى مضمون اكتر، وطعمه كمان هيبقى احلى بكتير، والكمية هتبقى كتيرة. فان شاء الله الوصفة هتعجبك جدا. عايزه اقولك ان البسطرمه اللي احنا حطيناها فيها مديها طعم حلو قوي، ان شاء الله هتعجبك. كمان لو عايزه تخزنيها في الفريزر بتقطعيها كده زي ما انا قطعتها، وبتحطي في اكياس على قد ما انت هتستخدمي، يعني الكميه اللي انت هتستخدميها بتحطيها في الكيس وبتشيليها في الفريزر. طبعا بتقعد وقت كبير قوي في الفريزر، 3 شهور 6 شهور زي اللحمه بالظبط. بتطلعي بقى الكميه اللي انت عايزاها وبتحطيها في التلاجة عادي، وبتستخدميها الصبح على طول. ان شاء الله الوصفة تعجبك. انا كده خلصت الفيديو خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبك وتجربيه وتقولي لي رأيك ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.